مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الساخرة التي تشبه علبة سردين، كلما فتحتها صدمتك رائحة الأحداث. الهنشير جاء ليهنشر الجميع ويرحل. إذ نود تذكير مشجع الرجال بطريقيا بقاه أمام الشاشة دليل على شجاعته. دعوني أقوم بعملي وأفرق لكم ما في شكرتي لهذا اليوم. النشرة الساخرة تأتيكم من مولاي إدريس زرهون، حيث يتواجد العريق النادي المكنسي الذي سنعود له في آخر النشرة. وفي إطار دوري الحمر الإفريقي، دخل سيد الأندية المغربية عينه على صدارة مجموعته رحل إلى كينيا لمواجهة نادي الفلاحة النيروبية في ملعب كان يستغله رئيس النادي الموسم الفارط في زراعة البطاطس، فقرروا هذا الموسم استقبال المباريات فيها. وفاز الوداد الرياضي بهدف ل0 من توقيع الوافد الجديد عصام بن يدر في انتظار تأكيد ملعب الرعب بكازا. هذا وبعدم الرضا على مستواه، سدد الماجيسيان حكيم زياش قارورة ماء بعد استبداله، عصرت إلى مكناس وضربت النفاث على كاميرته. والله على سحرك يا حكيم. يذكر أن آدم النفاثي يرتجي الرقم 77، وهي الدقيقة التي سجل فيها اسماعيل 77 هدفا في الديربية في مرمى الميور غارديان على شأناس. ودائما نبقى في أجواء دوري نجم ستايد. خسر باريس دخان أو باريس ححن، سموها كما شئتم، بهدف ل0 أمام العريق النادي المكنسي. وكما قال الشاعر محمد المرضي: ما فيها باس إلى خسرتي مع مكناس، والله على أخلاق المكنسة طاطوطو. ثم تنهد الزيات وقال: احنا تابعين سياسة الفروق الكبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان. والله على أخلاقك يا عبد السلام أبو العفاس، وتفو على الجزائر بدون سبب. في حين باريس سان جيرمان الحقيقي ضرب مارسيليا ب5 أهداف في كلاسيكو فرنسا. وعندما سألنا إنريكي لماذا هذا التبديل وعلى غير المعتاد، صرح لنا: اتصل بي حكيمي أخبرني أن رئيس نادي الرجاء قارننا بهم، أنهم أصبحوا باريس وبرشلونة، لذلك حاولت رفع التحدي إلى فوق كي يصبحوا باريزيان، وذلك ما وقع. عندما تأكدنا وجدنا النادي المكنسي سلختهم. هذا ولا بد أن نذكركم أن حارس الوداد المهدي بن عبيد حاز مؤخرا على لقب كأس العرب وجائزة أحسن حارس في البطولة، إذ تحصل المهدي الحرار على جائزة نمبر 1 في حراسة مرمى باريس سان حرمان. من مهدي الحرار الحارس الحائز على